وفي مرة من المرات وانا في البيت وعمالة احضر له الاكل علشان اوديهوله العشة، بعتلي على تليفوني مقطع من فيلم ثقافي، وانا اتفرجت عليه اكتر من مرة. ولما وصلت العشة واديتله الاكل سألني: شفتي المقطع اللي انا بعتهولك على تليفونك؟ قلتله ايوه. قالي: طب وايه رأيك فيه؟ انا ساعتها سكت مردتش خالص، لكن بصراحة انا ضعفت وحصل كل حاجة. أنا اسمي فرح، وعمري دلوقتي 28 سنة، وأنا حلوة قوي وزي القمر بشهادة الجميع. اتجوزت لمدة سنة، بس كان للأسف بعد سنة جواز جوزي توفى في حادثة، وملحقتش في السنة اللي اتجوزتها دي ولا خلف ولا أحمل. واحنا من بلد صغيرة، بلد فلاحين يعني، وانا كنت من أسرة متوسطة. وانا كان ليا أخ واحد، كان وحيد بس، واخوات بنات كتير، لكن كنا كلنا كبنات اتجوزنا، وكل واحدة مننا راحت عاشت في بيت جوزها، ومفضلش مع ابويا وامي الا اخويا، وهو كان عايش معاهم وما كانش لسه متجوز. وانا لما اتجوزت رحت عشت مع جوزي في بيت عيلة بتاع اهله، لان هي دي عوايدنا في البلد. لكن لما جوزي توفى خلاص، انا اخدت حاجتي ورجعت تاني لبيت اهلي. ومن ساعة لما جوزي توفى وبقيت أرملة وأنا لسه في عز شبابي، رجعت لبيت أهلي وأنا حزينة قوي. وكان في الوقت ده أبويا توفى، فعشت مع أمي وأخويا في البيت. وبدأ الوقت يعدي، وكنت بتمنى إن حد يتقدملي ويطلبني للجواز، لكن للأسف محدش كان بيتقدملي، لأن أهل جوزي كتر خيرهم نشروا في البلد كلها إن أنا شؤم ونحس، وإني وشي وحش على أي حد بتجوزه. ده غير إن البنات كتير قوي في بلدنا، وزي كمان وفي جمال وأكتر مني. وأنا أمي كانت ست كبيرة، وكمان كان عندنا حتة أرض بتاعتنا، حتة أرض صغيرة كده، يعني كانت بتاعت أبويا الله يرحمه. وبعد وفاة بابا بقى أخويا هو اللي بيراعيها وبيجيب منها يعني ثمار ونزرعه. وكتير قوي أمي كانت بتبعتني لأخويا في الأرض بتغدا، وهو كان عامل عشة جوه الأرض، وكان بيقعد يستريح فيها لو قعد هناك طول النهار. وكان في واحد جارنا كان ساكن قريب مننا، وكان أخويا بيجيبه يساعده في شغل الأرض، لأنه كان متعلم وكان عنده علم بالزراعة، وكان عارف حاجات كتير قوي. أنا وجارنا كنا بنشوف بعض لما كنت بروح لأخويا الأرض علشان أوديله الأكل. وفي مرة من المرات وأنا هناك كنت رايحة أودي لأخويا الأكل، جارنا ده شافني واداني رقم تليفونه في ورقة صغيرة، وكان كاتب لي على الورقة رقمه وكاتب عليها: يا ريت تكلميني. وفي نفس الليلة بالليل أنا استنيت لما أمي وأخويا يناموا، واتصلت بجارنا وقعدنا نتكلم كتير قوي في التليفون أنا وهو، وزي ما أنا كنت معجبة بيه هو كمان كان معجب بيا. واتكررت مكالماتنا، وبعد فترة هو قال إنه بيحبني وإنه كمان ناوي يتجوزني على مراته، وسألني لو أنا أقبل أكون زوجة تانية ولا لأ. وأنا طبعا وافقت لأني كنت بحبه جدا، بس طلب مني إن هو يقابلني في مكان لوحدنا، وقال لي إن مفيش أنسب من العشة اللي في الأرض بتاعتكم، لأن المكان هناك كان هادي جدا، وبالليل مفيش حد بيروح هناك خالص. فأنا وافقت وفعلا رحت قابلته في العشة، وبصراحة هناك أنا ضعفت وحصل كل حاجة من أول مقابلة، واتكررت مقابلتنا هناك في العشة. بس أنا لقيت الوقت بيعدي وهو ما جاش يتقدم لي زي ما هو كان بيقولي. وكل ما كنت أسأله هتتقدم لي امتى يقولي: بصراحة أنا مش عارف أحوش قرش، وكل الفلوس اللي معايا رايحة على بيتي وعيالي. وكل ده واهلي ما كانوش يعرفوا اي حاجة عن الموضوع ده، ولا يعرفوا ان انا بحبه، ولا حتى بروح اقابله في العشة. لكن في مرة وانا معاه في العشة لقينا اخويا قصادنا، وكان يوم ما يعلم بيه الا ربنا. واخويا اتخانق معاه والموضوع كبر قوي، واخويا قال له: انت لازم تتجوزها. لكن هو رد على اخويا وقال له: انا ما اقدرش اتجوز واحده رخيصه زي اختك، لان هي اللي شجعتني وكانت بتجيبني العشه في ارضكم برضاها. وسابنا ومشي. وبعد ما اتخانق مع اخويا خناقه كبيره قوي، وطبعا ليلتها اخويا اداني علقه تمام، وخدني وروحني على البيت، وقال لي مفيش خروج من بيت تاني، واخد مني التليفون بتاعي، وهو ما حكاش لأمي على أي حاجة، لأن هي طول عمرها مريضة
وخايف ان هو لو قال لها حاجة بعد الشر ممكن يجرالها حاجة. وبعد اليوم ده عدت فترة كمان، وانا واخويا ما كانش بيكلمني خالص، خصوصا لما لقى على تليفوني المحادثات اللي كانت بيني وبين جارنا. لكن بعد كده انا لقيت ان اخويا بقى كويس معايا وبدأ يحسن علاقته بيا، وكان بيقعد ويتكلم معايا وقال لي انت برضو صغيرة في السن ومن حقي ان انت تتجوزي وتعيشي زي اي واحدة تانية. ورجع لي تليفوني، بس طلب مني ان انا مكلمش جارنا تاني. وعايزه اقول لكم ان بعد اليوم اياه اللي هو لقى جارنا معانا في الارض، جارنا خلاص ما بقاش ليه اي علاقه باخويا ولا بالارض بتاعتنا. واخويا بقى بيطلب مني كل يوم والتاني ان انا اروح له الارض في العشاء متاخر علشان ان انا اوديله الاكل واقعد معاه شويه، وبعد كده نروح احنا الاتنين. لكن بعد كده هو بدأ يتكلم معايا كلام يعني كده غريب شويه، وبدأ يسألني عن جوزي المرحوم. وانا بصراحة كان كلامه ده مفاجأة كبيرة ليا، بس ما اكذبش عليكم انا مش عارفة ليه انا كنت ببقى مبسوطة لما كان بيسألني الاسئلة دي او بيقولي الكلام ده. وفي مرة وانا في البيت وبحضرله الاكل علشان اوديهوله العشاء بعتلي على تليفوني مقطع من فيلم ثقافي، وانا اتفرجت عليه اكتر من مرة. نزلت ورحت له الارض علشان اوديله الاكل، ولقيته لوحده وكل الناس اللي شغالين معاه روحوا. ولما وصلت العشاء واديت له الاكل سألني شفتي اللي انا بعتهولك على تليفونك؟ قلت له ايوه. لكن بصراحة انا ساعتها ضعفت وحصل كل حاجة، بس احنا روحنا بعد كده واحنا ما بنتكلمش خالص ومش متصورين ان الامور توصل لكده. وبعد اليوم ده بقى الموضوع بيتكرر كتير قوي، سواء بقى في العشاء او في البيت لما امي بتبقى نايمة. لكن بعد كده بفترة يعني انا بدأت افوق لنفسي واحس بحرمانية من اللي بنعمله، وحاولت اقوله كفاية واللي احنا بنعمله ده اكبر حرام وغلط. لكن انا لقيته اتخانق معايا وطلع مصورني، وطلع كان بيصور كل اللي فات، وقال لي يا اما تعملي اللي انا عايزه منك يا اما هفضحك واوري الفيديو بتاعك ده اللي هو بتاعي انا وجارنا لامك واخواتك. وانا نفسي قوي ان انا ابطل اللي بعمله معاه واتجوز وامشي من بيت اهلي وابقى زوجة واعيش حياة هادية وسعيدة. انا اخويا مش سايبني في حالي وبيقولي انا اولى بيكي من الغريب. والمشكلة كمان ان هو بدأ يشتري نصيب اخواتي البنات في الارض بتاعتنا، يعني كمان حتة الارض بتاعت ابويا اللي اخويا بيزرعها واللي احنا عايشين منها المفروض ان دي ورث مشترك ما بيننا كلنا كاخوات. لكن اخويا طلب مني ومن اخواتي البنات ان كل واحدة مننا تبقى لها نصيبها في الارض، وهو فعلا بدأ يشتري نصيب كل واحدة ويديها تمنها، وانا كمان باع النصيب بتاعي. لكن للأسف انا ما اخدتش منه فلوس وما اخدتش منه تمن نصيبي، ويعتبر كده ان هو اخد مني الارض وفي المقابل ما ادانيش ولا مليم. يعني هو ادى لاخواتي البنات تمن نصيبهم اللي هو اشتراه وانا ما ادانيش اي حاجة، ودايما بيهددني بالفيديو اللي هو صوره. ولما سألته وقلت له هو انت مش ناوي تديني تمن فلوس الارض اللي انت اشتريتها مني؟ راح قايل لي بقولك ايه، انت لو فتحتي الموضوع ده تاني معايا انا هوري الفيديو بتاعك لاخواتك كلهم. يعني المفروض دلوقتي ان انا اسكت وما اطلبش منه نصيبي في الارض بتاعتنا، وانا دلوقتي عايزة فلوسي وعايزة نصيبي وامشي من البيت كله، لان كل واحدة من اخواتي دلوقتي بقى عندها نصيبها في البنك وانا مش معايا اي حاجة. فياريت تنصحوني وتقولولي اعمل ايه في المشكلة اللي انا واقعة فيها.